فيزا امريكا. فيزا امريكا انا مش بحكي عن تجربه انا نجحت فيها، انا ما نجحتش فيها، بس اللي عايز اقول لكم عليه ان اللي قاعد بيقابلك ده مش كونسول ولا حاجه، ده موظف عادي جدا في السفاره، ولا حافظ ولا مذاكر بادي لانجوج ولا الكلام الفاضي ده كله، الموضوع كله بمزاجه 100%. الورق اللي انت بتاخده زياده عن الدي اس 160 والكلام ده، الورق ده اصلا مش بيأثر في اي حاجه لانه ما بيسالش عليه، لكن المهم ان انت تكون ثابت ماسك نفسك. في حاجه تانية انا تجاهلتها واعتقد ان هو ده سبب الفشل في ان انا ما خدش الفيزا، اني كنت رايح فين في نيويورك، رايح تايم سكوير ورايح برج مش عارف ايه، ورايح عمال اقول نفس الكلام، وفوجئت وانا واقف في الصف ان هي اصلا بتسال الناس، انها عماله تقول نفس الكلام وبتسال الناس، فمستغربه يعني. أو في واحد اول ما دخلها قالت له ايه انت رايح كذا وكذا وكذا، اللي هو هي خلاص زهقت وحفظت، لان شركات السياحه عماله تسلمنا كلنا لبعض. فانت لازم تفهم انت رايح نيويورك، فين الاماكن رايح نيويورك، هتعمل ايه الاكتيفيتيز عشان خاطر تتقبل، بس مش اكتر من كده.